جربتوا تاكلوا كريم كراميل وعامل نفسه تشيز كيك قبل كده؟ النهارده هنعمل وصفه كريم كراميل مختلفه عن اي وصفه عملتوها قبل كده. قوامها حريري جدا وطعمها بجد في حته تانية خالص. كوبايه الا ربع من السكر، نحط عليها ربع كوبايه من الميه وما نقلبهمش نهائيا، نرفعهم على النار عشان خاطر يتكرملوا، ويا دوبك ندهن الاطراف بفرشه فيها ميه كده وما نعملش اي حاجه غير كده. واول ما يبتدي ياخد لون حلو كده نحطه في صينيه مقاس 20، نحركه كده ونوزعه في الصينيه ونشيله على جنب على ما نجهز الكراميل بتاعنا. 225 جرام من الجبنه الكريمي او 12 مكعب من اي نوع جبنه كريمي عندكم. وهنحتاج في الوصفه دي 6 بيضات. عارفين الكريم كراميل بيحتاج بيض شويه، هنضرب كل بيضه وبعد كده ننزل بالبيضه اللي وراها، يعني واحده واحده. معلقه كبيره من الفانيليا، علبه من الحليب المحلى المكثف اللي هي 390 مللي، وممكن تستخدموا حليب محلى مكثف منزلي. وهنحتاج كمان علبه من الحليب المبخر اللي بنعمل بيه الشاي بلبن 350 مللي بالظبط. ونقلب كده كويس وكده بقت جاهزه معانا خلاص، مفيش اسهل من كده. هنصفيها بس على مرتين، يعني المره الاولانيه والمره الثانيه فوق الصينيه على طول. طبعا الكراميل كان جامد تماما. نحطها في صينيه بقى ثانيه اكبر منها، نحط ميه سخنه لحد نص مستوى الصينيه اللي في النص، وندخلها فرن سخن على درجه حراره 163 لمده 50 دقيقه. لما تطلعوه من الفرن هتلاقوه بيتهز من النص كده زي الجيلي. هنسيبه في الثلاجه ساعتين ونحطها في ميه سخنه بس قبل ما نقلبها علشان خاطر الكراميل يفك معانا. نمشي سكينه كده بس على الاطراف، نديله خبطتين كده ونقلبه في طبق وخلاص. بس كده. شايفين بقى الجمال؟ شايفين اللذاذه؟ شايفين الطعم؟ شايفين القوام عامل ازاي؟ تعرفوش تاكلوا تشيز كيك ولا كريم كراميل. ودي بقى ميزتها ان مفيش فيها اي ريحه زفاره. جربوها وليه رايكم فيها.